10 افلام لو انت ما اتفرجتش عليهم قبل كده يبقى انت فاتك نص تاريخ افلام الاكشن. واول فيلم معانا ذا دارك نايت. القصه بتاعت الفيلم دي بتقول ان باتمان كان قدام الجوكر، واللي كان مخلي القصه دي قويه ان الجوكر ما كانش عايز فلوس ولا عايز سلطه، هو عايز يثبت ان اي انسان ممكن يتحول لو اتحط تحت ضغط. تاني فيلم معانا هو جون ويك، والقصه بتاعت الفيلم بتقول ان الراجل كان قتال قتله وبعدين اعتزل القتل، وبعد ما مراته توفت كانت اخر حاجه سايباها ليه هو الكلب، فبعد كده عصابه تدخل تسرق بيته وتقتل كلبه وتسرق عربيته، فيرجع جون ويك للعالم اللي هو كان هربان منه اللي هو القتل. وتالت فيلم معانا هو ذا ماتريكس. قصه الفيلم بتقول ان هو كان هاكر عايش حياته بشكل عادي جدا، ويكتشف ان العالم اللي حواليه كله كان وهم، وان البشر عايشين جوه نظام ضخم متحكم فيهم. ورابع فيلم معانا هو تيكن. بنت بطل الفيلم بتتخطف وهي في باريس، وابوها كان عنده مهارات قديمه في المخابرات، وهنا تبدا رحله البحث عنها قبل ما تضيع منه للابد. خامس فيلم معانا ذا اكليزر. الشخص ده كان هادي جدا بيعيش حياه عاديه، لكن لما يشوف بنت صغيره واقعه تحت ايدين عصابه فبيقرر انه يتدخل، وساعتها العصابه بيكتشفوا ان هم وقعوا مع الشخص الغلط. سادس فيلم معانا ال 300. محارب سبارتا يقف قدام جيش ضخم اللي هو ال 300، وهم عارفين من البدايه ان فرصه النجاه بتاعتهم كانت ضعيفه. الفيلم ده كله حلو جدا وبيتكلم عن الحرب. والسابع فيلم معانا هو جليديتور. قائد روماني عظيم بيتخان بسبب السلطه، وبيتحول من قائد لاسير وعبد، وبعدين بيدخل في عالم المصارعين عشان ينتقم من الشخص اللي دمر حياته. والفيلم مازال من ابرز الافلام الاكشن في التاريخ. والثامن فيلم معانا ذا ترانسبورتر. وبصراحه انا بحب كل افلام الممثل ده. الفيلم ده بيتكلم عن فرانك سائق محترف شغلته انه بينقل اي حاجه من اي حد من غير ما يسال كتير ايه ده، لحد ما بيفتح طرد من الطرود اللي هو صندوق من الصناديق اللي هو كان بيشحنها، ويتفاجئ ان كان في انسانه جوه شحنه. ومن هنا بقى الفيلم بيبدا عمليات انقاذ وبيدخل في حرب ومطاردات كتير. وتاسع فيلم معانا هو الشوتر. كان ناس محترف بيتقاعد بعد مهمته الفاشله، لكن الحكومه بتستدعيه تاني علشان يمنع محاوله اغتياله، وبعد ما بينقذ المهمه بيكتشف ان هو اتورط في مشكله كبيره جدا. واخر فيلم معانا زمان فروم ناو هير. الراجل ده كان غامض جدا وعايش حياته لوحده، والطفله الوحيده اللي كانت بتحبه اتخطفت من ايده من عصابه، محدش بجد يعرف هو مين فعلا لحد ما العصابه تكتشف بنفسها هو مين ده. من هنا طبعا بيبدا الاكشن. احفظ الفيديو عندك علشان هترجع له تاني، وما تنساش اللايك والفولو والشير لاصحابك. سلام.